بالك تهضر عليه في المغرب، وراه الملعب تاعك. عندك كوب دافريك 2025 راح تلعبوهم في ملاعب قديمه. المغرب ستقوم بتنظيم احداث رياضيه، نحكيو على كاس افريقيا من الامم 2025 مونديال 2030. قالوا انه الحفل كابتن على اعلى مستوى وفي قيمه الحدث وفي مستوى اللي وصلته المغرب رياضيا او اقتصاديا وكذا. وانا غدوه تونس باش نعمل هكا اللي ما عملناهش في الاستادات. انت تقارن مع سيدي معناها المغرب جاب الجاب يا معلم، وعندك ملعب وعندك في المغرب سي البريمير دو لا كلاس. يكذب عليك رياده سي لوكوموتيف. ما اشتغلتوا على المغرب من كل النواحي زد على ذلك عندهم الادوات هذه المتميزه باش يكونوا في الامتياز. من غير ادنى شك يعني النجاح ماناش باش نحكيو في التنظيم في المغرب لانه باش يكون نجاح ساحق. وكاس افريقيا اكيد باش تفرق، باش تعمل فارق. لانه شوف المغرب وصلت التركيز عليها كبير وباش ينظموا مونديال وكذا، خاصة هي أحد التجارب اللي تستبق تنظيم كأس العالم. بلاد باش تنظم كأس العالم معناها كأس أفريقيا بالنسبة لها حلوة وبسكوت. فما منظومة كاملة، فما سيستم، والمغرب ولات تفيزي معناها يمنة ويسرى. فبالتالي اعتقد انه قطار الكره المغربيه لن يتوقف. كان مشينا الاستادات لي بيرو ديتود نتاع البرا وجبناهم ما يجيوش. شفت الكابتن الكاف شنو بعثت للفيدراسيون بتاع تونس؟ ننصحكم تتعاقدوا مع شركه عالميه كونسلتيو شركات مختصه في صيانه العشب وفي بناء الملاعب. الناحيه التنظيميه والكلام اللي سمعته انا معناها مصطلحات نتاع فتونا بعشرات السنوات ومئات السنين وهذا كله. راه مش عيب يا تواسه، مش عيب باش تستعينوا بخبرات اجنبيه في التنظيم في تصميم الملاعب. رانا ما عندنا حد شيء، ما مش عيب، بالعكس الناس الكل تعمل هكا في العالم. علاش احنا الدعوه الفارغه هذه اللي عندنا باش بعدش تعملوا استاد معناها باش نطيحوه بعد. وانا قلت لهم راه استاد سوسه طيحوه ما حدش يطيحوه. كابتن سايب علينا من تونس، اختنا من تونس باهي. كيف المغرب كابتن عنده امكانيات واراده سياسيه معناها. الملك محمد سادس قاعد يحط في الفلوس كابتن لتنظيم تظاهرات كيما هكا وللترويج لصوره المغرب. اي خويا شو هذا لافون بريمير نتاع كاس افريقيا، وكاس افريقيا لافون بريمير نتاع كاس العالم. معناها انت ماشي في مراحل حتى توصل للعالميه. هذا هو، وهما قايمين بالواجب. يعطيهم الصحه. استراتيجيه ناجحه في ترويج صوره المغرب في العالم. هذا هو. السلام عليكم خاوتي. هذا اللي كتشوفوا فيه حقيقه ماشي ذكاء صناعي. بسم الله ما شاء الله. تحيه خاصه للايادي المغربيه اللي شاركت في بناء هذا التحفه. تحفه تاع بصح. العالم كامل نشوف في 2006 العالم كامل يشاهد باليانس ارينا. هذا خلم اليانس ارينا. اقولها واعاود اقولها واكرر، هذا خلم اليانس ارينا باسكو هذا دانيا جينيراسيون اخر طراز كاع واش كاين في الغازون في الطابي. قال لك الابريد حتى بزاف امور خاوتي باش ما نقولش كلام بسم الله ما شاء الله. كاين اللي بعثوا لي قالوا لي منين جابوا دراهم ما جابوا دراهم، الله يسهل عليهم. والمهم تحفه عالميه. المنطقه كامل كما يقولوا المنطقه كامل فرحانه بهذا الشيء. شرف كبير ملي غندخلوا في هذا ستاد جديد ونكون انا وبدو زكي في لو بون. Je pense que c'est un beau symbole. En tout cas, ماشي ليلي على بدو زكي على شنو حتى على المغرب يدخل تا هو في هذا الستاد بور البروميير ماتش دينوغوراسيون يكون بدو زكي. نديروا ان غران ماتش سورتو في هذا الستاد اللي بحال اللي قلتي جديد. جو بون بروفيتي باش نقول برافو بعدا الشركات اللي بناو هذا الستاد، لي زوفريي المغاربه اللي كانوا ملي حنا مشينا شفنا لو ستاد ديما كنشوفوا ils ont fait un travail extraordinaire في un temps record. C'est ça le made in Morocco بحال اللي كنت كنقول. المغرب بدل. ça montre que maintenant alhamdoulilah on est dans la cour des grands, on est capable. donc بغيت نقول لهم برافو pour le travail اللي داروا في هذا الستاد. انا تمنيت السيد معناها منتخبنا من هذايا
معناها يكون منتخب نتاع المحليين وشارك في الشان اللي كملت اللي توج بها المنتخب المغربي، توج بها المنتخب المغربي قدام منتخب مدغشقر. مدغشقر فصدقني منتخب مغربي عنده منتخب اخر تقريبا في الثنيه نتاع اللاعبين المحليين. تمنيت انا فرصه معناها العطاء للناس هذوما للاعبين هذوما في مقابله رسميه يكسبوا خبره، واحنا بيدنا معناها كفنيين يكون الراي نتاعنا قاطع في اللاعبين هذوما وقت اللي تاخذوا فرصه في مستواهم على المستوى الافريقي. صحيح. اليوم معناها باش تتيح لهم فرصه نتاع خصوص مقابلات وديه قدام منتخب مصري، وهي فرصه للاعبين هذوما خاصه اللاعبين اللي توا قاعدين بارزين على مستوى البطوله المحليه باش ياكدوا جدارتهم في زوز مقابلات وديه وباش يكونوا يعني الريزيرفوار نتاع المنتخب الاول. يعني المنتخب الاول اللي باش يلقاه برز في الابريم اكيد باش يقع التعويل عليه في المنتخب الاول، مع العلم السيد اللي هذوما الابريم هما اللي باش يشاركوا في البطوله العربيه. يعني شهر ديسمبر في الدوحه، لو 2 ديسمبر في الدوحه، معناها اللي باش تكون قبل كاس افريقيا واللي باش يكون مشرف عليها سامي طرابلسي. هو معناها بتصريحه البارح يقول لك انا باش يكون على دكه الاحتياط في نهائيات معناها البطوله العربيه اللي باش تصير في الدوحه. اولا خليني قبل من اي شيء نشكر جلاله الملك نصره الله وحفظه على المجهودات الكبيره اللي عمل من اجل تطوير كره القدم، ارساء واحد استراتيجيه واضحه المعالم للرقي بكره القدم الوطنيه. وإلا وصلنا لشي حاجه اليوم فهي بفضله وبفضل الرؤيه الرشيده ديالو والتوجيهات الساميه ديالو، فكنهديو له هذا الانتصار. الله يحفظه والله يخلي لينا. اما بخصوص لو باركور فكما ذكرتوا ما كانش سهل بكل صراحه، لانه الظروف اللي انتم عارفين كيفاش وجدنا فيها. أضاف المنتخب المغربي المحلي إنجازاً جديداً إلى تاريخه الكروي بعد تتويجه للمرة الثالثة بلقب كأس إفريقيا للمحليين إثر فوز مستحق في المباراة النهائية على منتخب مدغشقر. هذا التتويج جاء ليجدد التأكيد على سيادة الكرة المغربية قارياً بعد مسار حافل بالنجاحات في مختلف المسابقات الإفريقية خلال هذا الموسم. وقد برهنت كرة القدم المغربية على تطور كبير جعلها دائما مرتبطة بمنصات التتويج. الأسود المحليون كتبوا التاريخ أمام منتخب مدغشقر، والعيون الآن تتجه نحو منتخب الكبار في الكان المقبل على أرض المغرب. اكتبوا لنا رأيكم وآراءكم من خلال التعليقات